هو رجل غامض كان عنده علم ليس عند نبي في زمانه، فأصبح شخصية جدلية بين المفسرين والعلماء، ولم يصل أحد إلى حقيقته، وسره غامض حتى الآن. فمن هو؟ وما أصله؟ وما بداية قصته؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهارده إن شاء الله. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم. تبدأ قصة اليوم عن عبد صالح قد آتاه الله عز وجل علما، وتبدأ قصته عندما وقف نبي الله موسى عليه السلام مخاطبا للناس، فقال واحد منهم: يا موسى، من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى: أنا أعلم أهل الأرض. فهنا عاتب الله عز وجل موسى على هذا القول، وأوحى الله عز وجل إلى موسى وقال له: إن لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، وهو الخضر عليه السلام. وأمر موسى بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه، والخضر هو عبد صالح وليس نبي، وهو من أعلم أهل الأرض في زمانه، هو من أعلم الناس في زمانه، ولكنه ليس بنبي. العلم آتاه من عند الله عز وجل. وقيل إن اسمه خضرون ابن قابيل ابن آدم عليه السلام، قيل أيضا إن اسمه إيليا من نسل نوح عليه السلام، وقيل إنه سمي بالخضر لحسنه وإشراق وجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء. وقيل إنه إذا صلى اخضر ما حوله. واختلفوا في شخصيته، بعضهم قالوا إنه نبي، والبعض الآخر قال إنه عبد صالح قد آتاه الله علما. وانتشرت أكاذيب عن عمره، فالبعض قال إنه ما زال حيا إلى الآن ولم يمت، ولكن الأرجح في الدلائل إنه قد مات. والدليل على ذلك إنه لو كان حي إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم لخرج وبايع النبي وحارب خلف النبي وتحت رايته، لأنه كان عبد صالح، فليس من الممكن أن لا يأتي ليبايع النبي. قال ابن كثير في البداية والنهاية: إن الخضر كان من بني إسرائيل، وإنه كان من أشرافهم وسادتهم، وكان يمر في طريقه راهب في صومعته، فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام فأسلم الخضر. قال: فلم يعلم أحد بذلك، وترك ما كان عليه قومه من الكفر. وقال لما بلغ زوجه أبوه من امرأته، وقيل إنه كان لا يحب النساء، وقيل أيضا إنه طلق زوجته ولم يكن له أولاد. وكان للخضر رحلة مع نبي الله موسى عليه السلام، فلما ذهب إليه موسى عليه السلام بأمر من الله عز وجل، اشترط الخضر على موسى شرط: ألا يسأله عن أي شيء في هذه الرحلة حتى يخبره هو. فوافق موسى على ذلك. موسى عليه السلام وافق على شرط الخضر، فبدأت رحلة موسى عليه السلام والخضر. فكانت أول الرحلة قد ركبوا في سفينة ماء، فالخضر خرق السفينة أو أصنع بها عيب، فهنا موسى ما قدرش يسكت وعاتب الخضر على هذا الفعل، فالخضر ذكره بالشرط اللي هو اتخذوا عليه، فموسى قال له: لا تؤاخذني قد نسيت. بعدما نزلوا من السفينة وجدوا غلمان صغار يلعبون، فأخذ الخضر غلاما منهم في مكان ما ثم قتله. وهنا موسى برضه ما قدرش يسكت وعاتب الخضر على هذا الفعل، قال له: أقتلت نفس زكية. فهنا برضه الخضر عاتب موسى وذكره بالشرط اللي هو اتخذوا عليه، فاعتذر موسى للخضر مرة أخرى، حتى إذا دخل قرية، ثم بعد ذلك دخلوا قرية كان أهل القرية هم بخلاء جدا، ولم يقدموا لموسى والخضر لا أي طعام ولا شراب، ولم يعاملوهم معاملة حسنة. ولكن كان في القرية جدار كان مائل أو كاد أن ينهار أو يسقط، فهنا الخضر بدأ يشيد الجدار ويبني الجدار ويثبته من جديد. فهنا استغرب سيدنا موسى عليه السلام وقال للخضر: عجبا، أتجازي هؤلاء القوم الذين عاملون بهذه المعاملة السيئة، القوم اللي عاملون بالمعاملة السيئة ولم يستطيعوا أن يقدموا لنا أي معروف، أتجازيهم وتبني لهم هذا الجدار؟ ما تسيبه ينهار، يعني سيب الجدار ينهار، أنت بتعمل ليهم خير بتجازيهم على المعاملة السيئة اللي هم عاملون بها. فهنا أيقن الخضر إن سيدنا موسى لن يستطيع معه صبرا بعد ذلك. الخضر تأكد أن سيدنا موسى مش هيصبر معاه لنهاية الطريق، وقال لسيدنا موسى: هذا فراق بيني وبينك، هنا لازم نفترق. ولكن قبل ما نفترق أنا هقول لك على أسباب الحاجات اللي أنا عملتها. فقال له: أما عن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كانت للناس مساكين بيعملوا في البحر، وكان وراء السفينة أو وراء الناس دي ملك ظالم، حاكم ظالم، يأخذ كل سفينة سليمة ليس بها عيب. فهنا الخضر
قرر ان هو يعيب السفينه علشان الملك ما ياخدش السفينه، لان الملك ما كانش بياخد السفن اللي هي بتبقى فيها عيب. فهنا الخضر عاب السفينه خيرا للمساكين اللي هم اصحاب السفينه. اما عن الغلام، الغلام كان ابواه مؤمنين وهو كان كافر، فكرهنا ان يتبعوه ابويه على الكفر. فهنا احنا كرهنا ان ابويه يتبعوه على الكفر، فامرنا الله عز وجل ان نقتله. هنا الخضر ما قتلوش الا بامر الله عز وجل. اما عن الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، ولكن الغلامين دول كانوا ما زالوا اطفال، كانوا صغيرين، وتحت الجدار كان في كنز لهؤلاء الغلامين، يعني كنز للغلامين اللي هم لسه صغيرين. فلو الجدار وقع او انهار، هنا هيظهر الكنز لاهل القريه البخلاء، فهنا هياخدوا الكنز من الغلمان اليتامى. فهنا قرر ان هو يبني الجدار ويشيده فوق الكنز حتى يبلغ هؤلاء الغلامين اشدهم ويستخرجوا كنزهم. ده برضه في باطن هذا العمل خير، الخير ان هو يحافظ على الكنز لما يكبروا الغلامين ليأخذوا كنزهم. وفي حقيقة الأمر أن موسى عليه السلام هو أعلم من الخضر، لأن موسى نبي يوحى إليه من قبل الله عز وجل، وهو من أولي العزم من الرسل. وبكده انتهت حلقة النهاردة. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات والتعليق جميل علشان يوصلنا كل جديد. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.